بين البلدين. تشاهدون في نشرة الأخبار عاجل: العراق يرد على الكويت والمالكي يوجه بيانا جديد. العراق يرد بقوة على تحذيرات الكويت بشأن الحدود البحرية ويؤكد: هذا شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. القوات الأمنية العراقية تدخل فشة العيج بعد إيداع الخرائط رسميا لدى الأمم المتحدة، حيث أكدت وزارة الخارجية العراقية أن تحديد المجالات البحرية العراقية إجراءات سيادية بالكامل ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، وذلك ردا على احتجاج الكويت الأخير بشأن هذا الملف. وإليكم نص هذا البيان. بيان صادر من الجمهورية العراقية، وزارة الخارجية، بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة. تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد 266 ولسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصه في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. تشدد جمهورية العراق على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعد شأنا سياديا ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة. أعلنت جهات رسمية أن القوات الأمنية العراقية قامت اليوم بدخول منطقة فشة العيج، وذلك عقب إيداع الخرائط الرسمية لدى الأمم المتحدة. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمنية السيادية في وقت تتابع فيه الأطراف الإقليمية والدولية التطورات عن كثب وسط تحذيرات دولية من أي تصعيد محتمل. الإمارات تصطف مع الكويت ضد العراق. أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الكويت ودعمها لسيادته على المناطق البحرية، فيما استنكرت ما تضمنته قوائم الإحداثيات المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات تتضامن بشكل كامل وثابت مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى